مرحبا صبايا، اليوم بدي أقدم معكم صينية الدجاج بالبطاطا والثوم والليمون. حطيت بالبلندر نص كوب من زيت الزيتون ونص كوب من اللبن وربع كوب من عصير الليمون بما يعادل حبتين ليمون، ومعلقتين كبار من دبس الفليفلة وعليهم كمان معلقة ماسترد. وهلأ راح أحط البهارات الباودر، ربع معلقة صغيرة من القرفة والهيل والزنجبيل، والباقي نص معلقة صغيرة من بهار الدجاج وبهار الداش والزنجبيل وبابريكا والثوم والبصل الباودر والفلفل الأسود. 5 حصوص من الثوم مع برش الليمون ومع روزماري أخضر أو ناشف. هلأ باخد كل البهارات بخلطهم مع بعض وباخد منهم لتتبيلة الدجاج، واللي بيضل منهم باخد شوي أتبل فيهم الخضار والبطاطا. لازم التتبيلة تتخلل الدجاج. وهلأ لتتبيلة الخضار مع البطاطا راح اخذ 3 حصوص من الثوم واخلطها مع الاوريجانو والتايم، وراح اضربهم بالبلندر مع البهارات، نفس البهارات اللي تبلنا فيها الدجاج بس من غير القرفة والهيل والزنجبيل. وهي انا عرضت لكم البهارات اساسا كمان مرة اذا حابين تعملوها، اذا ما ضل عندكم يعني من تتبيلة الدجاج. وحطيت كمان زيت زيتون وليمون، وبتبل فيهم الخضار مع البطاطا، ويعني هاي التتبيلة كتير طيبة. وهلأ بنزل شرائح البصل وراس توم والمشروم، وبنزل الصوص اللي عملته بخليه يتشرب للخضار، وبعديها بنزل الدجاج وبحط فلفلة خضراء وفلفلة ملونة فلفل حار، وباقي الصوص بحطه على الجوانب. بعدها بغلف الصينية ببارشمنت بيبر وبالفويل، وبدخلها الفرن على حرارة 400 فهرنهايت، وبطفيها بالثوم والليمون وزيت الزيتون، وبعدها بحطها على التحمير وذاتس ات. قدمتها مع الرانش المنزلي. الرانش المنزلي بنصحكم تجربوه لأنه أطيب بمراحل من الجاهز. وممكن تقدموها كمان مع الخبز تغميس، ممكن مع الرز بطاطا بيوريه، وممكن تتقدم مع سلطة. بعد ما ضربته بالهاند ميكسر بيطلع لك أطيب صوص الرانش، بتدوقوه كتير طيب. وبالعافية.